بسم الله الرحمن الرحيم. في عجالة سريعة كده يا جدعان. أنا مستغرب على الزمالك. الزمالك يا أخويا من يوم رأس السنة، من يوم واحد أهو داخلين في 4 شهور. طوب الأرض بيديهم على وشهم، وجاي النهاردة قدام المريخ في الشوط الأولاني في أول 3 دقايق يجيب له جونين، وبعد كده بيخش فيه جون. يعني أنت دلوقتي بتيجي تشتغل وتأدي وتلعب في المطوشة اللي ملهاش أي لازمة. وهو أنت سواء كسبت أو خسرت أو اتعادلت، أنت رسمي بره البطولة. فانت بتفرض نفسك ليه وبتتعب اللعيبه ليه؟ واللعيبه كانت صايمه وتعبانين ولسه طالعين من كاس الرابطه بسبب بنك الاهلي. انا عارف ان كلمه الاهلي لوحدها دي تقيله، عارف ان هي ليها رهبه. لسه طالعين من الكاس بسبب بيراميدز، لسه الاهلي مديهم على وشهم في الدوري ومركز خامس في الدوري. فبتتعب الناس ليه؟ بتفرهدهم ليه؟ الاستاد ما فيهوش حد. الماتش ده انا اتفاجئت ان في ماتش اساسا للزمالك، ده ما بقاش في حد عارف ان في زمالك، ده احنا نسيناها. مصر كلها بتتكلم على ماتش الاهلي بكره والهلال. مش عارف ايه اللي جاب الزمالك والمريخ. وبعدين يعني نازلين تتعبوا نفسكم ليه؟ طب ده الشوط الاولاني وخلص 2-1 ولسه الحكم مصفر ما كملش 5 دقايق. انا بقول ان الماتش دوت قدامكم اهو، يا هيخلص تعادل مع ان الزمالك كان متقدم، يا هيخلص هزيمه. ولينا فيديو تاني بعد الماتش. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.